يا من إذا رفعت إليه كف عبدي كفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والختم والأسلية يا من لا يرجى غيره ولا يحول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته قيومية وأجد بفضله من استدرجته واجتهده أسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات شك الدجى ونتوسل إليك بشرف ذات محمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأوله بمعنى وبآله كواكب حمل البرية وسفينة السلامة والنجاة بأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم بالله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة والمناقب الخصوصية الذين تجروا بالنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتجعل كل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنى وتخلصنا من أسر الشهوات والأذواق قلبية وتحق لنا من أموال ما بك ذننا وتكفينا كل مظلمة وبلية ولا تجعلنا من هواه وذلنا من حسن قينا قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا واستر كل من عيبه وحسره وعيا وتسلنا من الصالح الأعمال ما عز ذراه وطعم جمعنا هذا من غزائل محنك سنية برحمة وفرة ودد مع من سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقام ومسيا ولكل راجي ما أمل فيك والرجاء وقد سألناك الراجين ما وفيك للدنيا فحقق لنا ما منك رجونا وحقق لنا ما منك رجونا اللهم من روعات وأدل الرعاة والرعية وعدم الأجر من جعل هذا الخير في هذا اليوم الأجرى اللهم اجعل هذه البلدة وسائر البلاد الإسلامية من الترقية وأسقنا غيث يعم الانسياب سيبه وصفصف والرواة واغفر لنا هذه البردة محبرة المولدية سيدنا جعفر من آل برسنجي نسبته ومنتمى وحقل الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين من قيل وسقنا وسر له الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.